فباب الترقي في هذا الزمان وباب الانتقال بين الأنفس السبعة في هذا الزمان يفتح من باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمان الخائفين، فيه الأمان للسالكين بأن لا يزيغوا عن الطريق المستقيم، لأنه ما من عبد صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى عرضت صلاته على حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في حضرة قدسية مباركة يشهدها ويؤمها الحبيب صلى الله عليه وسلم، فيصلي عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم ويرد عليه السلام، فيتجلى عليه الحق عز وجل بالرحمات وباسمه السلام، فيكون في أمن وسلام. هذا بالنسبة للسالكين. أما الواصلين فكلما صلوا على حبيبهم صلى الله عليه وسلم ازدادوا قربا وازدادوا شهودا، وكلما زاد الواصل من الصلاة على النبي كلما تقرب من حضرة المصطفى فيكشف له الحبيب صلى الله عليه وسلم من مقاماته وحقيقته ما لا يكشف لغيره. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل دواء للنفس الأمارة بالسوء، وأفضل دواء للترقي، وأفضل ذكر للترقي من الأمارة إلى اللوامة إلى الملهمة إلى دخول حضرات المطمئنة الراضية المرضية الكاملة في هذا الزمان. كان السابقون يلقنون المريدين بالأسماء الحسنى، وهذا يحصل الآن كذلك، لكن في هذا الزمان أفضل ذكر تترقى فيه إلى حضرات النفس الكاملة هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم سيصلي عليك الحق عز وجل، وإذا صلى عليك سيتجلى عليك بجميع الأسماء والصفات، ويجعلك تنتقل في مشاهدات وتجليات وتذوق والسقي من بحار الأسماء والصفات حتى تصل إلى ما وصل عليه وإليه الحبيب صلى الله عليه وسلم من الوراثة المحمدية الكاملة. فالصلاة على النبي وخصوصا في هذا اليوم الذي أوصانا فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة ويوم الجمعة: أكثروا من الصلاة علي فإنها تعرض على الحبيب صلى الله عليه وسلم. من أراد الصلاة وأراد المدد المحمدي الفياض وأراد النحور المحمدي الذي لا ينقطع، فيفيض النور على قلبه، على كيانه، على روحه، على كل ذرة من ذرات جسده، فيكون محمديا. أسرع الطرق إلى الوصول إلى حضرات النفس الكاملة باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واستغرق بكل ذرات جسده وهو يشهد المصطفى صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه مع كمال التعظيم لهذا النبي المصطفى الذي عظمه الله من الفاتحة إلى الناس، سيشهد النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله، ومن شهد النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله صار من أصحاب النفس الكاملة، يتجلى عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم بتجليات النفس الكاملة. هذا ما أوصى به العارفون في هذا الزمان. فالذكر الوحيد الذي لا ينزلق فيه السالك حتى يحفظه الله سبحانه وتعالى من الكشف الظلماني ورد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هناك كشف ظلماني، نعم، هناك كشف ظلماني وكشف نوراني كما بينه صاحب الإبريزي وصاحب الفتوحات المكية رضي الله عنهما. في باب الصلاة على النبي أنت محفوظ من الكشف الظلماني. لما؟ لأنك ستكون تحت عين الحضرة المحمدية، ومن كان تحت عين الحضرة المحمدية والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه ويرد عليه السلام أن للكشف الظلماني أن يصل إليه. فإذا اليوم هو يوم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نحاول بقدر استطاعتنا وعلى حسب حالنا أن نكثر من الصلاة عليه من بعد صلاة الفجر إلى نهاية هذا اليوم. طبعا هو قال أكثروا من الصلاة علي في هذا اليوم، ولكن ليكون هذا اليوم يوم الجمعة ليكون الباب وليكون الخطوة الأولى للاستغراق بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم في جميع أوقاتك، في جميع أيام الأسبوع، في جميع الدقائق، في جميع اللحظات، فتشهد الحبيب صلى الله عليه وسلم بعين الصديقية وبعين المحبة كما شهده أكابر الصحابة رضي الله عنهم، وكما يشهده آل البيت.
فأفضل أوراد آل البيت كما سمعناها من الأولياء والصالحين كانوا يستغرقون أوقاتهم في الصلاة على جدهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، لذلك أكرمهم الحق عز وجل بالكشوفات والمواهب والعطايا، ومن نور النبوة ومن علم النبوة ومن فهم النبوة ومن فهم تجليات الحق عز وجل في القرآن الكريم. فمن قال اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه صلاة لا يدرك كنهها وليس لها حد، ولا يستطيع مخلوق أن يعرف فضل هذه الصلاة فتنقله من باب الشقاء إلى حضرات الوصل.